دي اسرع سندوتشات على البحر ممكن تعملوها وبتجهز في ثواني. قبل ما بسافر لازم اعمل شويه تجهيزات كده، ومن ضمن التجهيزات دي ان لازم احضر الاكل اللي هاخده معايا وقت السفر، وعلشان وقت السفر هو الوقت الوحيد اللي بنفصل فيه، فكان لازم اخد معايا حاجات سريعه كده وما تتعبنيش في تحضيرها. وعلشان كده لجأت لفروزن. هم ستور عندهم كل المنتجات الفروزن سريعه التحضير، وعندهم كذا فرع في العبور والشروق والمعادي. بس احلى حاجه بقى ان هم بيوصلوا دليفري لاي مكان، وعندهم كل البراندات واسعارهم اقل من سعر السوبر ماركت، وده لانهم بيبيعوا بسعر الجمله حتى لو هتاخدوا حاجه واحده بس. وعلشان دي منتجات سريعه فيدوبك بحطها في الاير فراير او بقليهم في الزيت، وابدا بقى اجهز السندوتشات بتاعتي، علشان كده ما بياخدوش مني اي مجهود. دي بقى صدور الفراخ بعد ما طلعت من الاير فراير، ودي بطاطس كرانشي او زي ما بيقولوا عليها البطاطس الجمبري، طعمها خطير وبتقرمش وحلو قوي. وبالمناسبه انا برضو جبت عيش السندوتشات من فروزن، بصراحه من احسن انواع العيش اللي جربتها، وبيفضل طري لمده ايام، وكمان ممكن اشيله في الفريزر. وبرضو الصوص ما نسيتهوش جبته برضو من فروزن، لان عندهم كل انواع الصوصات. وبصراحه في فروزن هم بيسهلوا عليا كل حاجه، اقدر اجهز سندوتشات ليوم سريع ملحقتش اعمل فيه غدا او للنادي، او اجهز حاجات سريعه للبحر.